السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم طريقة الكعكع البارد تحفة، مش هياخد منكم وقت خالص. في أقل من ساعة هكون خلصان. بجد هتعملوا أحلى كعك في حياتكم كلها. كل كعكاية نغمة والله، بجد حاجة من الآخر. ان شاء الله هنبدا مع بعض المقادير. بصوا يا جماعه، معايا كيلو من الدقيق. عايزين تستخدموا سنبله الفروت الضحى براحتكم، اي نوع من المتخصص في ريحه في الكعك والبسكوت تمام. مش فيه، معايا كيلو عادي خالص من استخراج 72، اهم حاجه يكون استخراج 72. معايا معلقه كبيره من ريحه الكعك، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وربع كوبايه سكر بودره، ومعانا 550 جرام من السمنه البلدي، سمنه عاديه ميكس بين الاتنين مفيش مشكله. وممكن تحطوا سمسم او ما تحبوش براحتكم، لو عايزين تحطوا سمسم حطوا 3 معالق كبيره من الاكل سمسم. وطبعا معانا 230 ميه، ممكن تحطوا ميكس بين الميه وبين اللبن. انا بحب احط ميكس بين الاتنين عشان بيطول معانا في الوقت، يعني ان هو يستحمل الجو كده. زي ما انتم شايفين طبعا انا حطيت كله على بعضه، بس انا كنت فاكره الكاميرا شغاله، بس يعني ايه معلش، دي انا بقول لكم دلوقتي ان انا حطيت كله على بعضه، السمنه على الدقيق على ريحه الكعك، كل المكونات على بعضها ما عدا الميه بس هنسيبها للاخر، او اللبن يعني ميكس بين الميه واللبن هنسيبه للاخر. بنفضل كل شويه نعجن ونقلب كده زي ما انتم شايفين، ونجيب كل اللي في الاركان كده لغايه ما نشوف العجينه هتوصل منها لحد فين. دي مرحله البس. ممكن طبعا نعمله بايدينا عادي مفيش مشكله. دلوقتي انا حطيت معاكم الميكس بين الميه واللبن. ممكن تحطوا يعني الكميه كلها لبن، وممكن تحطوها كلها ميه، وممكن تعملوا ميكس زي ما انا عملت. طبعا مرحله البس ديت لازم نبس، يعني الكعك يعني نبس كويس، يعني ندي الكعك كده في البس حقه. طبعا انا جربت معاه لقيته لسه بيشقق. طبعا كنت لسه حطيت كل كميه الميه على بعضها، بس دلوقتي انا حطيتها كلها. طبعا بعمل لها تيست كده في الاول تاني، يعني بحط لها بديها عجنه على خفيف كده عشان الم اللي تحت من الاركان كده، واعمل تيست كده هلاقيها طبعا حلو جدا. خلاص ما شققتش مني ولا عملت اي حاجه، خلاص كده هبدا اشتغل فيها. هجيب كده الصاج بتاعي وابدا اشتغل فيها. زي ما انتم شايفين كده سهله جدا. مكونات مفيش اسهل من كده، طريقه مفيش برضو اسهل ولا اروع من كده. عايزين تشتغل بالمنقاش زي ما انتم حابين. طبعا الكعكايه دي انا عندي ميزان طبعا في وزنها 30 جرام. طبعا الكعك ده مش محشي ملبن لان ده كان اوردر، ولو حابين تحشوا ملبن مفيش اي مشكله خالص، بتجيبوا الملبن يعني يبقى 10 جرام صغير او مثلا 8 جرام اصغر من الكعكايه. وبنحط عليها معلقتين من السمنه، وبنحط عليها يعني سنه كده من ريحه الكعك، وبنحطها بنكورها ونسيبها تشمع شويه في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده انا كورت كل كميه الكعك بتاعتي كلها مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. بالبصامه ببدا اشتغل فيها. حابين تعملوا بقى بال يعني بالبصامه اوكي مفيش مشكله. عايزين تعملوا سوري، عايزين تعملوا بالمنقاش بيبقى جميل جدا، بس طبعا المنقاش ده عايز قعده ولمه وطولة بال يا جماعه. انا طبعا